في شخصيات التراتبية الاجتماعية أغلبنا عارفين الألفا اللي دايما في الصورة، اللي هو بيحب القيادة والسيطرة. في كمان البيتا اللي هو تابع للقائد والدراع اليمين بتاعه، اللي هو بنقول عليه الرجل الثاني. لكن هل عمرك سمعت عن شخصية الأوميجا؟ الأوميجا ده شخص لا بيحب يقود ولا ينقاد. دي شخصية مش بتهتم برأي الناس خالص، ومش بيسعى إن هو يكون في القمة، بس في نفس الوقت هو مش ضعيف، بالعكس. فتعالوا مع بعض في الفيديو ده نتكلم عن الأوميجا وليه هو أكتر الشخصيات غموض، وإيه الفرق بينه وبين الجامع. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في قناة هيوكا. معكم باسم، والنهاردة هنتكلم عن شخصية جديدة من شخصيات التراتبية الاجتماعية. الشخصية دي هي شخصية الأوميجا. قبل كده اتكلمنا عن الألفا وعن البيتا والجاما والسيجما. اتكلمنا عن تعريفهم وعن صفاتهم وعيوبهم، وكمان نقاط الضعف بتاعتهم وازاي يطوروا في نفسهم. وكل اللي ما شافش الفيديوهات دي هسيب لك الروابط في صندوق الوصف. ودلوقتي تعالوا نتكلم عن شخصية النهاردة، وهي شخصية الأوميجا. أول حاجة لازم نعرفها، مين هو الأوميجا؟ الأوميجا ده هو شخص مستقل جدا، يعني مش بيحب يدخل في منافسات، ولا حتى بيهمه يكون في الصورة أصلا، ولا عايز يبقى قائد ولا تابع لحد. يعني مش بيحب يتمرس على الناس، ولا بيحب ان الناس تتنطط عليه، مش عايز حد يبقى قائد ليه. كمان هو شخصية ماشية على مزاجها، يعني عايش بدماغه كده، مش فارق معاه الناس خالص، مش فارق معاه الناس شايفها ازاي، ولا بيقارن نفسه بحد. يعني ببساطة كده هو بيعيش بطريقته الخاصة، او زي ما بنقول عايش بدماغه. طيب علشان نفهم الموضوع اكتر لازم نعرف صفات الأوميجا. الأوميجا عندهم صفات حلوة كتير. من صفات الأوميجا هو انه مستقل جدا، مش بيحب الناس تتحكم فيه، ولا بيحب يتحكم في حد. كمان من صفاته ان هو مش اجتماعي قوي، يعني ما بيحبش يقعد في وسط الزحمة. لو جروب في الشغل كده او في المدرسة مش بيحب يقعد وسطهم، بيحب يقعد مع نفسه اكتر، وبتلاقيه مش بيحس نفسه لما بيختلط بالناس. كمان من صفاته ان هو عنده شغف خاص بيه كده، يعني ممكن تلاقيه فنان او مفكر، او مثلا بيشتغل في حاجة ابداعية. يعني بص، كل شغله بتلاقيه كده بعيدا عن النظام وعن الروتين. كمان هو مش بيهتم بالمنافسة، يعني مش بيحب يتخانق ان هو يبقى الافضل، ولا في حد اخد المركز الاول فهو لازم ينافسه. مش في دماغه صراعات على السلطة ولا المراكز الاولى ابدا. كمان بتلاقيه دايما غامض، في ناس كتير مش بتفهمه، وده بيخليه فيه هالة حواليه. دايما الحاجة اللي مش بنفهمها بتبقى ليها رهبة وهيبة بالنسبة لنا. فالشخص ده ان انت مش فاهمه، مش عارف هل هو ضعيف ولا هو قوي، ليه غموضه ده، ليه دايما واخد جنب كده. فالشخص ده اعرف ان هو ليه هالة وليه تقدير كده ومهابة قدام الناس. علشان كده هو بيعمل حساب لتصرفاته جدا، لاني لو ما عملش حساب للتصرفات دي هيكسر الهيبة بتاعته قدام الناس. طيب كل دي صفات الأوميجا. دلوقتي عايزين نتكلم ايه اكبر عقبة بتواجه الأوميجا، يعني ايه المشكلة الكبيرة اللي في حياته. الأوميجا فيه كام حاجة كده بتأثر فيه، ومن اكبر مشاكله هي ان هو بيتفهم غلط دايما. يعني في ناس بتشوف الأوميجا ده على انه منعزل او فاشل، بس الحقيقة هو انه مختار يعيش كده بمزاجه. هو بيحب يعيش منعزل، مش بيحب يختلط بالناس او يحتك بحد. كمان هو مش بيتحدى النظام. ففي ناس كتير جدا بتشوف ان هو جبان، هو بس مش شايف ان النظام له لازمة في حياته او ليه معنى في حياته، فبيكبر دماغه منه، لكن هو مش جبان. طيب بعد كل الصفات دي والصعوبات اللي بتواجه الأوميجا، هل نقدر نقول ان الأوميجا ضعيف؟ بالعكس، الأوميجا مش ضعيف نهائي. ناس كتير بتفكر ان اللي مش عايز يكون قائد بيبقى انسان ضعيف. لا طبعا، الأوميجا عنده قوة داخلية رهيبة، بس بيواجه الدنيا بطريقته. كمان هو ما بيستناش تسقيف من حد، ما بيشغلش باله ان هو يبهر الناس بالحاجة اللي بيعملها. هو بيعمل الحاجة اللي شايفها صح، بيعيش على طريقته، مش بيهتم برأي الناس فيه. في شخصيات مشهورة جدا في حياتنا شفناها في أفلام، الشخصيات دي فيها صفات الأوميجا، زي شخصية ذا جوكر في فيلم دارك نايت، أو لونا لافجاد في فيلم هاري بوتر. دي بتلاقيها ماشية حافية، بتعمل تصرفات غريبة، لدرجة ان اي حد مكانها كان هيقولك الناس بتبص عليا وهتنتقدني. هي مش فارق معاها تماما الناس هتقول عليها ايه، هي عايشة بطريقتها الخاصة، ليها قوة داخلية مع ان الناس بتشوفها ضعيفة، بس هي مش ضعيفة ابدا. الشخصيات دي بتلاقي عندها صفات الأوميجا، وبتعيش بطريقتها وبحياتها، ومش بيفرق معاها رأي الناس فيها.
ودلوقتي هنتكلم عن الفرق بين الأوميجا والجاما. بالنسبة لنظرة المجتمع، الأوميجا مش بيهتم بالمكانة الاجتماعية بتاعته نهائي، يعني مش فارق معاه يكون في ترتيب من الترتيبات، لكن الجاما مهتم بمكانته طبعا وعايز يثبت نفسه بأي طريقة. كمان بالنسبة للعلاقات، الأوميجا منعزل ومش بيسعى لأي علاقات نهائية، لكن الجاما بيحاول يلفت الانتباه وغالبا القبول ليه أهمية عنده. أما بالنسبة للذكاء والمهارات، الأوميجا في الأغلب بيكون عبقري أو عنده اهتمامات كده غير تقليدية. أما الجاما فهو ذكي لكن شايف نفسه أكتر من اللازم، يعني هو من جواه حتة غرور داخلية. طبعا ساعات في بعض الأوقات حتة الثقة الزايدة بالنفس دي بتبقى مطلوبة، لكن هو لو قارناه بالأوميجا هنلاقي فيه نسبة غرور داخلية شوية عنده. طيب بالنسبة للقيادة، الأوميجا مش بيسعى للقيادة أو السلطة، أما الجاما عايز القيادة لكنه مش بيعرف يوصل لها. بالنسبة للحب والعلاقات، الأوميجا مش بيهتم قوي بالعلاقات وساعات كمان بيهرب منها، أما الجاما شايف إن الجنس اللطيف مش بيقدره رغم إن هو كويس جدا، والعلاقات لها أهمية عنده بس للأسف هو بيفشل فيها أو بيحس إنه ملوش حظ فيها. طيب بالنسبة لأسلوب الحياة، الأوميجا بيعيش بطريقته الخاصة، ممكن يكون غريب أو شخص غير نمطي غير تقليدي، بيمشي كده يعني مش بترتيب ولا حساب. أما الجاما ده بيحاول يبان إن هو مختلف، لكن هو بيقلد الألفا في السر كده، يعني هو بيبقى قائد في نفسه كده من جواه. وده الفرق بين الأوميجا والجاما. بالنسبة لشخصية الأوميجا زي ما قلنا قبل كده إن هو بيحب يعيش لوحده وإن هو ملهوش في المنافسة نهائيا، بيرتاح إن هو يبقى خارج النظام أو السيستم، كمان مش مهتم بإثبات حاجة لحد ولا بيقارن نفسه بغيره، يعني عنده هواياته وحياته الخاصة، غالبا ما بيطلبش حاجة من الناس. ده طبعا عكس الجاما تماما، لأن الجاما تقدر تقول عليه الألفا المش معترف بيه، هو قائد في نفسه بس بدون ما يمسك قيادة رسمية، وبيشوف نفسه أذكى وأنضج من الباقي، لكن الناس مش شايفاه كده خالص. كمان بيحس إن هو مظلوم وإن الناس مش بتقدره وبتديله حقه بشكل كافي. طيب يعني لو حبينا مثلا ندي مثال على الأوميجا، نوصف شخصية الأوميجا كده، هنقول إن هو مثلا بطل في فيلم كده، اللي هو الراجل اللي بيعيش في الجبل لوحده، عنده اختراعات غريبة بيخترعها كده، مش فارق معاه الناس بتقول عليه ايه. لكن الجاما هو الشخص اللي قاعد في وسط الناس وبيحاول يثبت نفسه انه هو اذكى واحسن منهم، بس بيغير من الالفا ومش قادر يبقى زيه. دي كانت مقارنة سريعة بين الأوميجا والجاما. وشخصية الأوميجا يمكن مش هتكون دايما مفهومة، بس هي واحدة من أكتر الشخصيات اللي ليها حرية واستقلالية. فلو انت مش بتهتم بالمنافسة ومش بتدور على السيطرة وبتحب كمان تعيش بطريقتك كده، ممكن تكون انت أوميجا بس انت مش واخد بالك. وبعد الفيديو ده لو عرفت ان انت أوميجا اكتب لنا في التعليقات، وكمان يا ريت تقول لنا ايه أكتر ميزة فيك كشخصية أوميجا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، متنسوش اللايك والشير، ولو أول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا الجديدة. أشوفكم في فيديو جديد، سلام.